كده الكتاب فاتح معاكم صح؟ ايوه فتح. اه. فتح هاي. طيب تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور أنس، بكالوريوس طب وجراحة عامة. هشتغل معاكم الأحياء. تمام. امبارح بدأ معاكم دكتور علي، يشتغل معاكم الوراثة، أو بدأ معاكم الوراثة. فأنا بديت معاه النظام البيئي في نفس الوقت. عارفين إنه الموضوع ده عصر شديد، وإنه أنتوا عندكم مواد تانية كتيرة. ف يعني الموضوع ضاغط، لكن عشان ننتهي من برنامج الأحياء ده، عشان أنا وهو ذاته نقدر نساعدكم في باقي المواد. فالأحياء هي ما صعبة لكن كتيرة. تمام. فأنا بديت بالنظام البيئي ليه؟ لأنه باب النظام البيئي باب هو باعتباره صغير، ب 25 درجة. فالناس لما تجي ممتحن الشهادة السودانية لأول مرة، ما بكون عندهم خلفية عن إنه باب النظام البيئي ده بعدين في الامتحان أنا حيجيني ال 25 درجة دي الله يحتاج كلها يا جبتها كلها. يعني ممكن أنت كان قريت قراية عادية جدا، تجاوب مثلا 5 أسئلة 7 أسئلة، لكن ما بتجيب ال 25 درجة. فعشان كده أنا بديت بيه عشان أوريكم كيف يعني تجيبوا أكبر درجات، يعني تجيبوا من 15 وأنت طالع. فبتضمنوا درجات النظام البيئي في الامتحان. يعني أنا لما كنت ممتحن الشهادة أول سنة يا هو كنت زيكم كده ما أعرف أي حاجة. فدخلت الامتحان، قعدت أحل في الامتحان وكده. لما جيت للنظام البيئي انصدمت إنه الامتحان يعني جابوا لي في النظام البيئي حاجة كتيرة شديد. فما متخيل أنا يسألوني بالطريقة دي، ولا متخيل كده، مع إنه أنا كنت شايف امتحانات الشهادة لكن ما تخيلت الحاجة اللي حتحصل دي. فكان عدت سنة ثالثة وياهو درست بطريقة مختلفة مع أساتذة مختلفين. عرفت إنه النظام البيئي ما بيقري بالطريقة السبهللية اللي كنت بقري بيها دي. فأنا كنت جاي في الإحياء في السنة الأولى 68، السنة الجاية في السنة اللي بعديها جبت 89. فلكم أن تتخيلوا الفرق بين القراية بتاعت الزمان بعد الإعادة. فحنبدأ بالنظام البيئي. طيب. محتويات الجزء الأول قال لك عندك الدورات البيولوجية الكيميائية. عندنا دورة الكربون ودورة الماء، عوامل توازن النظام البيئي، وعوامل اختلاله. طيب. ثانية هو بس مفصل لك البتاع. قال لك عزيزي الطالب، بعد فراغك من دراسة هذا الجزء من الوحدة الثالثة، ينبغي أن تكون قادرا أن تعرف مفهوم الدورة البيولوجية الكيميائية، أن تشرح عوامل التوازن واختلال النظام البيئي. طبعا ده بقول لك أهداف الوحدة، واخدت لك معلومتين كده صغار، مع إنه الموضوع كبير، كبير شديد. فيلا نبدأ. طيب. انتوا هنا فيكم زول قرا تالتة قبل كده او قرا النظام البيئي ده؟ رجاء الرد ما يكون عن طريق الرسائل، ردوا لي عن طريق المكالمة. انا طيب، قريت نظام بيئي؟ قريناه في المدرسة، ايوه. عرف الدورة البيئية الكيميائية. عارف تعريف حق الكتاب ولا تعريف بتاع فهم؟ لا، عرف التعريف اللي لو سألتك منه في الامتحان ترد لي بيه. طيب، هي حركة العناصر بين التربة والماء والهواء خلال الكائنات الحية وحتى عودتها بصورة أصلية. صورتها الأصلية في مصادرها الطبيعية. ده بالضبط، يعني ما شاء الله كويس، رد كويس. ده التعريف بتاع الدورة البيولوجية الكيميائية اللي احنا هنكتبه في الامتحان. تمام. الكلام اللي قدامنا الباراجراف الأول ده، ده يعني احنا كلام كتير ملخص الكلام اللي قالته سما ده. تمام. فعندنا قال لك كما أسلفنا ذكره فإن الكائنات الحية في النظام البيئي تظل في حالة تفاعل مستمر مع بعضها البعض من ناحية، ومع مكونات النظام البيئي غير الحية من ماء وهواء وتربة من ناحية أخرى. طيب. في سنة تانية كان درسوكم الكائن الحي. طيب. ما هي خصائص الكائن الحي؟
طيب انا في 7 انفار داخلين معايا المحاضره، زول يرد، سما ما تردي، الباقيين يردوا. يا شباب، انا بقول لكم ردوا، ما ممكن اقول لكم ردوا تقوموا تطلعوا. ده اللي انتوا شايفين، يعني اللي قاعد منو والما قاعد منو. يا آية. طيب تمام، ما في مشكلة، نشرح تاني، نكفي ذاته، ما في مشكلة، نكفي الأسئلة. طيب أنا هتكلم، إذا سامعني الحتة اللي بقول لكم خطوا تحت خط، هتخطوا تحت خط أو تمشوا عليها بالهايلايتر. تمام. أستاذ آه صوتك بعيد ما سامعينك. طيب كده سامعة؟ ألو. أيوة كده واضح. كده سامعني صوتك صح؟ أيوة سامعاك، صوتك كده واضح. بس لأنه أنا كان في زول دق لي عشان كده. طيب، سمعتوا الكلام اللي قلت لكم إنه أنا هقول لكم مشوا على الحتة الفلانية، هتمشوا عليها وخلاص. أنا شباب كده معلش دقيقة، أنا هطلع من المكالمة، بس أرد على الزول ده وأرجع لكم. تمام. كان تعمل عدم الإزعاج بس يا أستاذ. نعم. قلت لك كان تعمل عدم الإزعاج بس. المكالمة صوتك ما بيبقى بعيد لما المكالمة تتصل لك الزول. ما هو معلش، أنا بستأذن منك، أنا ممكن أطلع بدون ما أستأذن منك. ثواني بس. أخباركم شنو يا شباب؟ طيب يا شباب، قلنا الدورات البيولوجية الكيميائية هي الدورات التي يتم من خلالها حركة نقل العناصر خلال أجسام الكائنات الحية المستهلكة، آه، وحتى عودتها إلى مصادرها الأصلية بصورتها الطبيعية. أظن هنا التعريف ده واضح، ده الكلام ده مكتوب في الباراجراف الأول ده. مشوا عليه أو مشوا تحته بقلم حبر أو قلم رصاص، أو اعملوا عليه بالهايلايتر. لو عندك كراس أحسن تكتبه برا. تمام. يا أستاذ، ايوه. أنت قبل قلت خصائص الكائن الحي، يعني عندي سؤال فيها. الخصائص بتاعت الكائن الحي هي ذات، يعني هي ذات نفس العمليات الحيوية اللي بيقوم بها الإنسان عشان تستمر الحياة، يعني الكلمتين دي الحاجة واحدة. اللي هي شنو هي؟ قولين لي انت، وبعدك انت براك بتجاوب على روحك اذا هم حاجه واحده ولا لا.
ما طيب أنا ما أعرف خصائص الإنسان، لكن يعني في طيب التكاثر الكائن في الحي، الوحدة الكائن الحي اللي هم الحركة، التنفس. والتنفس والإخراج والإحساس والنمو والحركة يعني. طيب يعني كلمة خصائص الكائن الحي معناها هي العمليات الحيوية لازم يقوم بها الإنسان، صح؟ يقوم بها الكائن الحي، أيوه. آه. طيب في سؤال هسه هنا في التعريف الأول ده، أو في زول ما فاهمه؟ تمام، يعني نشرح لكم طيب عشان في حال إنه زول قال ما فاهم. إنه الكائنات الحية دي بتتغذى على على الثلاثة مصادر ديل، اللي هم الماء والهواء والتربة. تمام، الماء والهواء والتربة ديل يا إما يجتمعوا لنا في نبات، يعني باعتبار إنه النبات كائن حي بيشيل غذائه من التربة دي. تمام، أو من الماء أو من الحاجات دي. في النهاية الكائنات الحية بتقوم تشيل الثلاثة حاجات ديل. بتقوم سواء بتحريكها في جسمها، بتركبها في جسمها بطريقة ما، بتتفاعلها مع بعض بتكون الغذاء بتاعها. فبعد ما تتغذى على على الحاجات دي، ثلاثة حاجات ديل، بيقوم بالعمليات البيولوجية دي. بيقوم الكائن الحي بيطلع المواد دي تاني راجعة للطبيعة. فالمادة دي جات من الطبيعة، دخلت في جسم الكائن الحي وطلعت تاني. تمام. ف ده الفهم كله بتاع الدورة، يعني بتاعت البيولوجيا الكيميائية، انه الحاجات دي بتطلع من الطبيعة، بتخش في جسم الكائن الحي وبترجع للطبيعة تاني. عشان كده بتسمى دورة، يعني الحاجة دي بتطلع للطبيعة تاني، بعد ما طلعت للطبيعة تاني بيجي كائن حي تاني بيجي يشيلها تاني بترجع للكائن الحي ده. ده كل الموضوع. فالكائن الحي ده نحن ما قصدنا به الإنسان فقط، يعني سواء كانت الأحياء الدقيقة، آه، الأشجار، الإنسان، الحيوانات، الأسماك، دي كلها كائنات حية. طيب نخش في دورة الكربون. دورة الكربون من الدورات المهمة في الحياة. تمام. تعتبر دورة الكربون من الدورات الكاملة. الدورة الكاملة دي اللي هي العنصر بيجي داخل في جسم الكائن الحي وبيطلع تاني، وتاني بيخش في جسم الكائن الحي وتاني بيطلع تاني، فبكون لافة كده، فالدورة مكتملة. طيب قال لك يشكل غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي والزائف في الماء المستودع غير العضوي الرئيسي لعنصر الكربون. تمام، دي نقطة الناس تاخد تحت خط. العنصر ال- المستودع الغير عضوي، مستودع غير العضوي الرئيسي لعنصر الكربون، موجود في الغلاف الجوي. تمام، دي يعني خطه تحت خط او اكتبوها معلومه برا، لانه حيجي لك في الامتحان يقول لك المستودع غير العضوي الرئيسي لعنصر الكربون ما هو، يعني يحط لك في جدول يقول لك ما هو. فكده قال لك هذا ويوجد قدر من الكربون مختزن في باطن الارض في شكل ثلاثة حاجات. تمام، الكائنات الحية لما تموت وتتحلل بتخش في التربة. تمام، بتمشي تتجمع تحت، يعني بتكون ماشية تحت في التربة دي لغاية ما تتجمع في شكل، يعني حاجة كده زي الخزان. عرفت؟ يعني بتكون مجموعة كده بتتكون في شكل البترول. تمام، البترول ده نحن لما نيجي نطلعه بيقوم بنطلع منه آه، يعني بيكون البترول معاه الفحم ومعاه الغاز. يعني البترول ده حاجة سائلة، معاها الفحم ده حاجة متحجرة، معاهم الغاز بيكونوا زي الحاجات المقفولة في حتة واحدة كده. تمام، فلما الناس تيجي تفتح الآبار بتاعت البترول دي، أول حاجة بتجيهم مارقة، بيجيهم مارق الغاز. بعد ما مرق الغاز بيقوم بيشفط لك البترول. بعد ما شفط البترول بيفضل لك الفحم الحجري، بيقوم بيطلع الفحم الحجري ده. فدي المركبات بتاعت الكربون. الكربون موجود في الثلاثة أشكال دي. وعلى سطح الأرض قال لك بيوجد على مواد، على شكل مواد جيرية. المواد الجيرية دي في يعني نوع من التربة لما تهطل فيه الأمطار. تمام، بعد ما هطلت الأمطار بيقوم بيشكل لنا كربونات الكالسيوم دي، بتبقى شكلها بيضاء، يعني حاجة كده بيضاء في التربة. تمام. وقال لك يوجد في شكل مواد عضوية في التربة مخلفات نباتية أو حيوانية. هي مخلفات الحيوانات وكده. طيب لحد هنا معاي ولا ما معاي ولا شنو؟ أنا عن نفسي معاك.
طيب هسي ما في حاليا أستاذ. طلعنا بيات معلومة من دورة الكربون. إنه دورة الكربون بتكون من الدورات الكاملة، بيوجد فيها غاز ثاني أكسيد الكربون، وهو موجود في الهواء الجوي، وهو مستودع رئيسي للكربون، وبيوجد لي في باطن الأرض، ولا بيوجد لي في سطح الأرض على شكل مواد جيرية. تمام، يلا عينه. لما تيجوا انتوا تذاكروا تيجي تذاكروا الأحياء دي، بيقوموا مثلا دورة الكربون بتكتبي معلومة رقم واحد، تكتبي واحد، دورة الكربون من الدورات الكاملة. اثنين، المستودع غير العضوي الرئيسي لعنصر الكربون موجود في الغلاف الجوي. تمام. ثلاثة، آه، يخزن الكربون في باطن الأرض في شكل فحم حجري وبترول وغاز. نمرة أربعة، يوجد الكربون على سطح الأرض في شكل مواد جيرية بين قوسين كربونات الكالسيوم، كما يوجد في شكل مواد عضوية دي برضو على سطح التربة. تمام. مخلفات نباتية وحيوانية. دي كده أربع معلومات تقريبا بتتكتب. فأنت لو بتأشر على الكتاب أشر على المعلومات، يعني تخط خط حتى تعتبر دورة الكربون من الدورات الكاملة. فوق جنب الحرف بتاع التاء في كلمة تعتبر دي اكتبي رقم واحد صغير كده. عرفتوا؟ طيب، قال لك هذا ويتحرر ثاني أكسيد الكربون بعملية التنفس التي تقوم بها خلايا الكائنات الحية المنتجة والمستهلكة والعاشبة واللاحمة والإنسان. هو ذكر الإنسان هنا لأنه الإنسان كائن حي عاشب ولاحم في نفس الوقت. وذلك بأكسدة المواد الغذائية العضوية بواسطة غاز الأكسجين في الخلايا. طيب، نحن عندنا الغاز بتاع ثاني أكسيد الكربون بيتحرر بثلاثة عمليات أساسية. تمام. عندنا التنفس، أو هي تقريبا أكثر من ثلاثة. عندنا التنفس، دي الحاجات اللي بتحرر لنا غاز ثاني أكسيد الكربون. التنفس وتحلل الحيوانات الحية، الحيوانات الميتة معلش، والاحتراق. الثلاثة حاجات دي. تمام. هو هنا كاتب لنا هذا ويتحرر ثاني أكسيد الكربون بعملية التنفس التي تقوم بها خلايا الكائنات الحية المنتجة والمستهلكة والعاشبة واللاحمة والإنسان. طيب، التنفس يعني قال لك في التنفس بتحصل عملية الأكسدة، يعني الأكسدة بتاعت المواد الغذائية العضوية بواسطة غاز الأكسجين في الخلايا. يعني الكائن الحي ده بيقوم بياكل، تمام، وبيتنفس. فالخلايا بتاعته بتشيل الأكسجين وبتشيل الغذاء بتاعه ده، بتقوم بتحرق الغذاء، تمام، بتشيل منه الطاقة وبتطلع لك الغاز بتاع ثاني أكسيد الكربون. طيب، نزلنا هنا الرسمة دي طبعا يعني مهمة. تمام. آه الحتة بتاعت المصنع المكتوب فيها احتراق دي تقريبا جات في امتحان 22. كان خدت لهم الرسمة يعني انه الحاجة دي شنو. فدي عملية احتراق الوقود الأحفوري. تمام. معاي ولا وصلتوا؟ معاك يعني. طيب، المعادلة المكتوبة تحت دي معادلة إنتاج الطاقة. تمام. لاقتكم في الكيمياء ولاقتكم في الفيزياء ولاقتكم في أي حتة في الدنيا دي. فالمفروض إنكم تكونوا حافظينها صم، لأنه بعد مرات بيقول لك اكتب لنا، يا قال لك في الكيمياء، يا قال لك هنا، يا قال لك في الفيزياء، في أي حتة بيقول لك اكتب لنا معادلة إنتاج الطاقة، أو في الكيمياء والأحياء يعني غالبا. فقال لك السكر اللي هو الجلوكوز زائد أكسجين بيدينا طاقة زائد ثاني أكسيد الكربون زائد ماء في 6H12 أو 6 زائد 6 O2 زائد 6 موية، زائد مش زائد 6 موية، بيدينا 6 موية زائد 6 ثاني أكسيد الكربون زائد طاقة. الستة موية دي
تذكركم بعدين انه في دورة الماء انه الماء برضه بيجي عن طريق المعادلة بتاعت انتاج الطاقة دي. المهم قال لك يتحرر ثاني اكسيد الكربون بعملية تفكك المواد العضوية في التربة بواسطة البكتيريا والفطريات وغيرها من الكائنات الدقيقة المفككة او المحللة. طيب ناخد خط تحت يتحرر ثاني اكسيد الكربون بعملية التفكك دي كده العملية الثانية. العملية الاولى كانت شنو؟ التنفس. تمام. عن طريق عملية التفكك وغيرها من الكائنات الحية المفككة. قال لك هناك مصادر أخرى لإنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون تمثل في احتراق وإحراق المواد العضوية دي هنخد تحت خط. دي العملية الثالثة. العمليتين الأوائل كانوا شنو يا سما؟ التنفس والتفكك. تمام. طيب العملية الثالثة هي الاحتراق. قال لك في المصانع والسيارات والقطارات والطائرات وغيرها من الآليات التي تعمل بإحراق المواد البترولية والفحم والحجري والغاز الطبيعي تنتج كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون. تمام. دي يعني ما تركزوا معاها شديد، يعني بس كفكرة عامة كده انه انتوا بتعرفوا انه الاحتراق بيتم في المصانع وفي الحاجات دي. طيب يعني قال لك تضاف الى مخزون الكربون في الغلاف الجوي وكذلك تفعل النيران التي تلتهم الكساء النباتي الطبيعي غابات وغيرها. كما ينطلق هذا الغاز حين حرق النفايات العضوية في العراء التي يمارسها كثير من الناس. طيب هنا ممكن يسألني يقول لي يعني شنو في الامتحان في الحتة دي في حتة الاحتراق. يقول لنا انه ثاني اكسيد الكربون بيكون نتيجة لحرق، يعني حرق شنو. تمام. فبيقول له الكساء النباتي، حرق النفايات العضوية، عن طريق الاحتراق داخل الآليات والمصانع والقطارات. دي كده ممكن يقول لك يعني اذكر الحاجة دي. وممكن لو لقيته خدت لك أربعة يعني تذكر له أربعة تقول له الاحتراق الذي يتم داخل الخلايا بتاعت الكائنات الحية. كده أنت تميت الرابعة. فالباب ده بالتحديد يعني من الأبواب اللي بيحتاج منك أنت يعني يكون راسك صاحي مع الامتحان. يعني الزول اللي بيسأل فيك ده دايرك تكون صاحي له وفهمته، يعني مخك يكون شغال معه. أستاذ معلش عندهم الأربعة تاني عاوز أكتبهم عليه. طيب قال لك احتراق المواد العضوية في الآليات اللي هي المصانع والسيارات والقطارات والحاجات دي. الثانية قال لك عن طريق النيران التي تشتعل في الكساء النباتي أو الاحتباس الحراري ممكن تكتبي له في الغابات. الثالثة قال لك حرق النفايات العضوية. الرابعة احتراق الغذاء داخل الخلايا الكائنات الحية. الرابع شنو؟ احتراق الغذاء داخل خلايا الكائنات الحية. تمام. تمام. طيب قال لك أما العملية الحيوية الأساسية. أيوة. أستاذ، طيب لو هو السؤال أصلا هيقول لي كيف يتم كيف نحصل على غاز ثاني أكسيد الكربون عن طريق الحرق. عن طريق الاحتراق. أيوة. خلاص تمام، شكرا. تمام. قال لك أما العملية الحيوية الأساسية الأخرى في دورة الكربون فهي عملية البناء الضوئي. تمام. حيث تتناول النباتات الخضراء ثاني أكسيد الكربون من الهواء والماء ومن التربة. يعني قال لك إنه النباتات برضو بتاكل وبتشرب زينا. تمام. بتاكل أكسجين وبتشرب موية، بتاكل من التربة وبتتنفس ثاني أكسيد الكربون وبتشرب موية. قال لك وتحصل على الطاقة الضوئية من أشعة الشمس وبتشمس كمان. المهم بواسطة هذه العمليات تصنع النباتات الخضراء المواد الكربوهيدراتية وتثبت عنصر الكربون في أجسامها. تمام. دي عملية البناء الضوئي.
المعادلة بتاعت البناء الضوئي. قال لك ثاني أكسيد الكربون زائد ماء يدينا سكر زائد أكسجين. المعادلة دي تقريبا كان فيها غلط. أستاذ، أيوة. طيب لو قال لي أعرف عملية البناء الضوئي، ممكن أقول إنه هو عملية تحول المواد الغير عضوية لمواد عضوية. يعني هي العملية التي من خلالها آه، تقوم النباتات بالتغذية مثلا. دي كحاجة عامة. يعني انت موضوع انها تحول هنا دي تفاصيل، لكن هي العملية التي تتغذى بها النباتات. دي كده اسهل حاجة. ما يعني ما حينقص لك من درجتك شيء، يعني عرفتي. او هو هو ممكن يقول لك يعني داير تعريف علمي. ممكن تقول له انه هي العملية التي من خلالها تقوم النباتات بتكسير ثاني اكسيد، يعني بتستخدم فيها ثاني اكسيد الكربون والماء لإنتاج الطاقة بتاعتها والنمو كده وفيها اليخضر. فالمهم طيب هو غالبا هو ما. أستاذ، مش هو ايوه، ثاني أكسيد الكربون والموية وديل كلها مش مواد غير عضوية، والسكر والأكسجين ديل مواد اي عضوية ولا؟ ايوه، اي ما ماده عضويه، اي ماده عضويه هم قصدهم بها ماده بتخش في تركيب الكربون. هاي، يلا ما هناي، بدل ما أقول له إنه بيدخل في تركيبة ثاني أكسيد الكربون والماء والتربة بتحصل عليها النباتات بالغذاء، ممكن أقول بس إنه يحول المواد الغير عضوية إلى مواد عضوية. ممكن هاي. طيب شكرا. طيب اللي بيهمنا هو غالبا ما يزعكم من التمثيل الضوئي هنا غالبا، يعني ما. بس بالنسبه له مهم المعادله. تاني تحت المعادله دي تقريبا كان فيها غلط في سهم. طيب. ايوه. الاسهم القاعده في المعادلتين ديل مقلوبات. لا، التحت صح لكن الفوق مقلوب. قال لك ثاني اكسيد الكربون زائد ماء يدينا سكر زائد اكسجين. دي الحاجه المعروفه في النباتات، انه النباتات بتطلع لنا الاكسجين ده، فبتحرق ثاني اكسيد الكربون وبتشرب مويه. فالسهم الفوق في المعادله الفوق ده لازم يتغير اتجاهه. طيب في التحت السهم صح موجود صح. قال لك ومن ثم ينتقل الكربون الى الحيوانات العاشبه واللاحمه والانسان خلال السلاسل والشبكات الغذائيه. هذا ويعود عنصر الكربون في هيئه غاز ثاني اكسيد الكربون كما اسلفنا. دي اللي هي بالاحتراق والحاجات بتاعت دورة الكربون الجبال. الغلاف الجوي نتيجة عمليات تنفس الكائنات الحية. وحرق المواد العضوية وتحللها بواسطة الكائنات الحية المحللة. فاهمين الحتة دي صح؟ أستاذ، أيوة. هنا قال لي خلال السلاسل والشبكات الغذائية، يعني شنو خلال السلاسل والشبكات الغذائية؟ طيب السلسلة الغذائية دي عشان يعني تبقى كلمة السلسلة دي بتبدأ من كائن حي. يعني مثلا نفرض إنه الإنسان بيتغذى على الطيور والحيوانات دي. تمام. ال- الطيور دي بتتغذى على الديدان بتتغذى على الحاجات الأقل منها. فدي بنسميها نحن سلسلة غذائية. يعني الدودة، من الدودة لحد الإنسان في حاجات في النص. تمام. الحاجات اللي في النص دي يعني لو فقدنا حاجة، يعني مثلا فقدنا الجدادة، الإنسان ما بيقدر ياكل الدودة معي. كده السلسلة فيها جزء صغير اتفقد، بيعمل اختلال للسلسلة الغذائية دي. ف أيوة. يعني الغذاء بينتقل لي من كائن لكائن آخر يعني مثلا انت لقيت. الحيوان يجي ياكل النباتات أو الدودة وكده، والإنسان يجي ياكل الحيوان، كده انتقل لي الغذاء من النبات للحيوان للإنسان، صح كده؟ ايوه، دي كده سلسلة غذائية من خلالها بيتم النقل بتاع الحاجة دي. تمام. كده فهمت. شكرا. طيب. قال لك يعود عنصر الكربون في هيئة غاز ثاني أكسيد الكربون. طيب كده يعني نحن الكربون دخل لنا جسم النباتات والكائنات الحية وخرج. فدي باعتبارها سلسلة بالمناسبة، إنه الأكل بتاع النباتات
بعد ذاك تاني بتتكسر المركبات بتاعتها، بتطلع لنا ثاني اكسيد الكربون. قال لك وعندما يتم الكربون دورته فإنه يعود إلى حالته الغازية الأصلية، ولكنه في بعض الأحيان يظل حبيسا في أجسام بعض الكائنات الحية التي تتجمع هياكلها فتكون ترسبات ضخمة من كربونات الكالسيوم. تمام. هو هنا قرب يقول لكم يا أخي والله يا جماعة أنا قبل قلت لكم كلام غلط، لكن صلح كلامه. عرفتوا يعني كان داير يقول لكم إنه الكربون دورته ما كاملة، لكن لما جه قال لك إنها بتتجمع في كربونات الكالسيوم دي، لأنه كربونات الكالسيوم دي تاني لما تتبلى بتقوم بتحرر لنا بتفكك. المهم يعني الكربون تاني بيرجع لنا ما بيقعد. فهنا كده خلاص مفروض دورة الكربون انتهت. طيب أنا عشان أفصل الدروس هجيب هنا في الدرس ده، يعني أوقف التسجيل ما هوقف المحاضرة.